وفي مدينة نوى بدرعا يتكرر مشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، ولكن هذه المرة مع الطفل فداء محمد الضياء الذي سقط من قبل رصاص قوات الأمن السورية أثناء مظاهرات تشييع إحدى المتظاهرين، حيث استمر إطلاق النار ناحية الطفل وأبيه الذي يحاول الإشارة إلى مطلقي النار. أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عقب اجتماع حاسم مع عودتها إلى الحضور لمجلس النواب وتأجيل حضورها جلسات مجلس الوزراء. وقالت المتحدثة باسم كتلة العراقية ميسون الدملجي إن نواب القائمة العراقية ينهون مقاطعة البرلمان مما يخفف من حدة أسوأ لأزمة سياسية تواجه حكومة رئيس الوزراء.